لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا لكم لاستماعكم. التصوير والمونتاج مهند الوائلي. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، الله يتقبل الطاعات إن شاء الله. أهلا بكم برنامج تسيورة. اليوم لقائنا يمهنا وناسنا محافظة العطاء، محافظة الشعر، محافظة الشعراء، محافظة التاريخ، محافظة الناصرية الحبيبة، ولقائنا أيضا مع ثنائي القصيدة الحسينية والرادود الحسيني سيد فاقد الموسوي. حياك الله. كل الهلا بكم واهلا وسهلا، بقد ما قالت العرب هلا وحياكم الله. رمضان كريم مولاي علينا وعليكم وعلى أمة محمد وعلى شيعة أمير المؤمنين الجميع إن شاء الله. صايم إن شاء الله؟ إن شاء الله بحيل الزهراء. سيد فاقد، ما هي أكلتك المفضلة برمضان؟ البامية والدولمة. ألف عافية. مولانا، سولف لنا موقف محزن وموقف مفرح مر بيك. موقف محزن طبعا غدر صديق يعني، بس ما أقدر أحكي يعني. بس الموقف المفرح ما يحضرني يعني حاليا. بعد احنا نريد نسمعهن. يعني الموقف المفرح يعني بدون مجاملة الأستاذ حيدر الحمداني. حيدر الحمداني يكتب القصائد، بس بعض القصائد لما يكتبها تنزل دمعته. إذا نزلت دمعته بالقصيدة أكون حيل فرحان. فأكثر موقف فرحت به لما كتب قصيدة عشق الرباب، وكنت أسولف وياه. طبعا أنا بسوق الشيوخ وبالناصرية، فمن خلال يعني وسائل الاتصال اتصلت بي بالفيس، فبالفيديو أباوع علي يبكي، فتأثرت بالقصيدة فانقارت وتوفقت القصيدة. أثر أنه شنو قراها أو كتبها من قلبه، والحكاية تطلع من القلب توقع بالقلب. الله يوفقكم إن شاء الله. والنعم منك ومن حيدر الحمداني. سيدنا، ما قدم هذا لك الاسم، وما يعني لك الاسم سيد فاقد الموسوي؟ سيد فاقد الموسوي الناس منه في راحة ونفسه منه في تعب. شنو خدمك هذا الاسم؟ والله يعني خدمني، خلاني أتعب السيد الشهداء. ومثل ما يقول الشاعر: رأيت أحبك حب خسارة، شلون عاشق وأنا دور وياك ربحي. أي فسيد فاقد متعب، بس التعب مال سيد فاقد استلذيت به سيد الشهداء. أمام الناس متعب يعني، أمام سيد الشهداء لا، مرتاح الحمد لله. موفق إن شاء الله. مولاي، ما هي هل تعتبر نفسك رادود شامل لو مختص بالشور فقط؟ لا، رادود شامل شيء أكيد، بس الناس إنه تشوف سيد فاقد هيك. وبالمناسبة يعني أنا أعاني من هاي القضية، حيل أعاني يعني من هذا. جاي إحنا بالمجلس مالتنا نقرأ كل الألوان، نقرأ النعي، ونقرأ القصيدة اللي هي فتحة المجلس، نقرأ القصيدة الأم، ونقرأ كل ألوان القصائد وكل الألحان وكل الأطوار وكل المقامات، وتعامل ويا كل الشعراء. الشعراء أغلبية الشعراء بالعراق يعرفون سيد فاقد، سيد فاقد يعرفهم وعلاقته طيبة بيهم، فما عندي إشكال ويا أي واحد، وأقرأ كل الألوان. بس الناس إنه شافت سيد فاقد إنه مختص بهذا اللون اللي هو ما يسمى الشور يعني. أنا حتى التسمية ما محببة عندي، بس هي بعد مفروضة عليه. الناس قامت تشوف سيد فاقد هيجي، أما أنا لا، أحب أقرأ كل الألوان وأجيدها يعني، والحمد لله والشكر. سيد فاقد الموسوي، هل محارب من قبل بعض؟ أكيد، مو من قبل بعض، ولا يعني هواي ناس. إيه، مو البعض، الأغلبية. شنو السبب؟ والله ما أعرف السبب، ما أعرف. بعد حسد، أو يعني أكو بعض الأخطاء اللي تبدر غير مقصودة. الناس كبرت المواضيع هواي، يعني هواي اتهامات حتى ما تخطر على العقل. من تعرضها على عاقل ما تنعرض. يعني أبسط الأشياء، أذكر لك مثال إنه يقولون سيد فاقد قال إذا مو قد الكفالة، يعني إنه أخاطب الإمام العباس صلوات الله عليه، إذا مو قد الكفالة إنه ليش. حتى أنا ما أقدر أحكيها يعني. الناس إنه اتهمت إنه سيد فاقد قال هذا الموضوع. أصلا أنا ما خاطر على بالي، ما يخطر على بال أي إنسان خارج التشيع أنه يتجرأ على الإمام العباس صلوات الله عليه. حتى خارج التشيع الناس تعتبر أبو الفضل العباس شخصية عظيمة، فكيف أنا الشيعي
وسيد ابن رسول الله. شلون اتجرأ انه الفظ هذا اللفظ على الامام العباس وعلى السيده زينب؟ فحيل انهضمت لما الناس تجرأت بس هي قلت لك حب خساره واستلذ بهن ويا سيد الشهداء. الحمد لله على كل حال. موفق مولاي. سيد فاقد الموسوي، ما هي علاقتك بالرادود الحاج باسم الكربلائي؟ ما تربطنا علاقه باسم الكربلائي، ولكن انا مستمع له حد الوله. اكثر انسان ينزل دمعتي للحسين. ما هي القصيدة التي عانيت فيها؟ كثير من القصائد اللي عانيت من عندها، يعني قصائد يعني هواي ما يحضرني، ولكن الناس يعني تفهمها بمنظارها. قصائد الولائيه اللي جلاليه، يعني اللي تحكي عن عظمه امير المؤمنين، عن عظمه ابي الفضل العباس، منزلته عند الله سبحانه وتعالى. عانيت فيها. لكن المجتمع اكو مجتمع مو مثقف وما يعرف، يعني مو ما يعرف، وانما الناس ما مطلعه، البعض يعني. ما مطلعه، يعني قامت تشمر هواي اتهامات. اكثر يعني القصائد اللي عانيت منها. سيد فاقد الموسوي، نروح السؤال: ماذا تعني لك قصيدة محالفين نظل سوا؟ محالفين نظل سوا يعني قصيدة كباقي القصائد التي قرأت، بس بهاي الفترة الأخيرة يعني هي القصيدة انكتبت للسيدة زينب سلام الله عليها، وانسرقت وتغنت يعني، وهذا الموضوع يعني كلش متشائم من عنده. واغلب الناس قالوا انه لازم تتحرك على الموضوع، بس انا ما اقدر اتحرك لان القصيده انا قريتها، بس قرأت لسيد الشهداء فطلعت عني، فصارت مو استحقاق، هو استحقاق الحسين، فهو الحسين هو الحاكم. بس اكو ناس هواي اتهمتني انه انا اللي سارقها، بينما هي القصيده انكتبت بعام 2014 للشاعر احمد المشرفاوي. هي اللي تقول: محالفين نظل سوا، شو بطلت شنك وانت منك ينشبع حتى انا منك، عاشقتك الناس الغرب مو حق عشقنك، من طاح الاكبر ضهضبت بس من جيت تبسمت، خافني مهضومه. سيدة زينب تحاكي. هذا انشال من النص، وتخلوا وياها نص ثاني اللي هي الحمزه الحسناوي. هذا النص، هذا الحيد الاحمد المشرفاوي، تخلى النص الثاني الحمزه الحسناوي، وهو اللي يقول: تذكرني بايامك ردت من كنت اناغيك، وكنت من الهوى دغار، سولف لي مسامر عذب من كنا نزاع الكذب يا عشق الصغار، الى اخره. يعني اخر النص ايضا هم اللي انشالوا من ذن الابيات، يقول: عباس يا رب العشق نايم صدق واختك حزينه، بيا ايد نتلقى الضرب موقف صعب محترقه دينا. هاي يعني هي القصيده كامله، بس شنو هذا الكلام اللي لاهل البيت شالوه ونزلوا ذن الابيات، واللحن كان يعني حلو وجميل، فهم سرقوا اللحن. اغلب الناس اللي تشاهدها يقولون لا انت اللي سارقها، او هي انكتبت مو للسيده زينب، بس ما سامعين اللي وراها شنو، لان تعرف قضيه الرادود وقضيه الحسيني ما ياخذ مجال اوسع من الطرب والغناء يعني. فاللي صار انه احنا المتهمين، احنا اللي سارقين هاي القصيده، بينما انا جاي احكي لك مو دفاعا عن انه سيد فاقد لان قراها، لا، احكي لك لانه هذا كلام شاعر وسهر ليل. واتذكر احمد المشرفاوي وكتبها، يعني بلش بالقصيده انه يكتبها بالثنتين من الليل، وصار اذان الفجر وما كان من القصيده، وصلينا وخلصنا صلاه، وبعد تقريبا لستة الصبح يعاني ويبكي بالقصيده وكتبها. فاللي تهضم كلام شاعر وتعب وسهر وسرق جهود، وثانيا يعني والاول يعني هو الكلام لسيد الشهداء، وانسرق وراح مول سيد الشهداء، فهو هذا اللي يتاسف عليه. نتمنى لك التوفيق مولاي العزيز، شكرا لك. ننتقل حبايبي الاعزاء الى الشاعر المبدع والرائع، وان شاء الله ايضا احنا نلتقي اكثر من مره بالشاعر الرائع والمبدع والشاعر الحسيني المتألق حيدر الحمداني. حياك الله. على راسي، وشرفتونا بجيتكم، وكلش مستانسين بوجودكم، الله شاهد، وفرحانين بهاي القعده، ويمنا جناب السيد سيد فاقد والكادر الجميل جايبه عنا، وتعبان اليوم ويانا كلش، وحياكم الله ومية هلا بكم.
حيا الله نباك، اكيد احنا نسعد بوجودك ابو كرار. حيدر الحمداني، نروح السؤال يقول لماذا تتبنون الشور في الوقت الحالي؟ خلنا نكون صريح وياك، وحتى اللي يشوفونا يسمعون هذا الشيء، وهذا الشيء على مسؤوليتي، ويمكن السيد يوافقني الرأي. القضية الحسينية أو العزيات الحسينية كما يعبرون عنها، اكو مدرستين، مدرسة نجفية ومدرسة كربلائية. احنا اليوم بالجنوب يراد لنا مدرسة جنوبية، ليش لا؟ مو حكر للكربلائيين ولا حكر للنجفيين. احنا اليوم عندنا مدرسة ومتبنينها، واتمنى الناس يقعدون ويشوفون هاي المدرسة، شكوا بها شعر وشكوا بها الحان وشكوا بها اطوار وشكوا بها انتقالات من مقام الى مقام، حال المدرسة الكربلائية والنجفية. هذا حق مشروع، مثل ما الكربلائيين عندهم مدرسة، احنا اليوم نتبنى هاي المدرسة وان شاء الله تصير مدرسة، لكن بجهود وتكاتف اخواننا اللي ينتمون لهذا الجانب، واتمنى ان يترفعون عن مشاكلهم حتى يصير هذا اللون مدرسة. اتمنى واكررها، وان شاء الله يشوفوني، انه يتركون خلافاتهم وحسدهم لبعض الناس اللي الله سبحانه وتعالى وفقهم وصاروا واجهة. قد يكون يوم من الايام يصيرون واجهات مثلهم. الحسين يوفق، وان شاء الله تتوفق هاي المدرسة وتصير مدرسة، والجنوب يصير به مدرسة ان شاء الله. ان شاء الله. حيدر الحمداني، تتمنى تكتب للحاج باسم الكربلائي؟ لا. شنو السبب؟ بالبداية لازم اسولف عن باسم الكربلائي. باسم الكربلائي طبعا من عظماء الشيعة، وانا واحد من جمهور باسم الكربلائي، واسمعه واحبه، وحتى اتمنى اخذ وياه صورة. الرجل كبير، لكن سيد الشهداء اختار لي مكان اكتب به، وانا كلش مقتنع بهذا المكان. والسيد ما مقصر، وقصايدي اللي اكتب هنا أنا بصراحه ما يناسبن الحجي. قصايدي بيهن حزن وبيهن شعر يناغم. اكو بعض ناس يعني بالجنوب متعبين وفاقدين، فمن القصايد للسيد، السيد يعرف شلون يحرك مشاعر الاخرين. اما الحجي لا، قصايده يكتبون له باللغه الام، يعني باللغه الدارجه، فيستوعبونها كل الناس. اكو ناس ما يبكون على قصايد باسم بس يسمعونها. انا ويا الحسين ادور دمعه، والسيد ما مقصر ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. موفق ان شاء الله ابو كرار العزيز. اذا احبائي اعزائي المشاهدين، الى هنا ينتهي وقت البرنامج. ننتقل الى السيد، اخر كلمه تقولها الناس. الله يوفق الجميع، والله يصلح الجميع، والله يكشف هاي الغمة عن بلدنا وعن شيعة أمير المؤمنين. أتمنى نشوف الناس إيد وحدة، أتمنى ما نشوف مشاكل، ونعيش حياة أهلنا اللي سبقونا، المحنة الموجودة والتسيورة الموجودة، مثل ما أنتم هسه موجودين بين أهلكم وناسكم وفرحانين ومستانسين مثل ما قال حيدر. فنتمنى نكون انه التواصل موجود والحب موجود، وفوق كل هذا التواصل يكون والتعارف يكون على محبة الحسين. شاكر حضورك سيد فاقد الموسوي. اخر كلام تقوله ابو كرار؟ انا اتمنى الله سبحانه وتعالى يعذر كل واحد هيك عليه، ويرحمه ويرزقه ويوفقه، وبعد خليه يحكي عليه لان انا عاذره. شاكر حضورك حيدر الحمداني. احبائي اعزائي المشاهدين، الى هنا ينتهي وقت البرنامج. تقبلوا تحياتي انا في الاعداد والتقديم ميثاق الزيداوي، اخراج وتصوير مهند الوائلي، في